الكاميرات بتروح للتفاهه، مش بتروح للشيء المحترم. محمد رمضان مش غلطان، ولا ياسمين صبري، ولا خالد يوسف، ولا محمد سامي. احنا اللي محتاجين نقلة نوعية ورقابة على الأعمال اللي دخلت على مجتمعنا الإسفاف. يا ريت الجمهور يتعلم من التعليق اللي نشره محمد رمضان على الفيديو اللي نشره، وقال تحت الفيديو: الناس اللي بتتنك بديها فوق دماغها. مبروك على الجماهير اللي طلعت علينا ممثلين أسوأ حقبة في تاريخ الفن المصري. ده موقف حصل في حفل سحور بين ياسمين صبري ومحمد رمضان. ياسمين صبري بتسلم على محمد رمضان وبتقول له: وحشني، مبروك، عامل ايه يا ابني؟ محمد رمضان استغرب وما عجبتوش كلمة يا ابني، وقال لها: ابنك؟ انت مجنونة ولا ايه؟ المنتج سعد جوهر قام مسك ايد محمد رمضان اللي تقمص دور شخصية البلطجي، وبعدها ياسمين صبري غادرت الحفل وقالت: كفاية، انا تعبت. ياسمين صبري لغت متابعة محمد رمضان على انستجرام. تعليقات المتابعين للموقف على السوشيال ميديا كلها تضامنت مع ياسمين صبري ودافعت عنها. من ضمن التعليقات ان الاموال لا تصنع اصول ولا شخص متحضر، ورد فعل محمد رمضان كان مبالغ فيه. ماشي الو